أنا خنت جوزي وبنتي بأبشع الطرق، وربنا سبحانه وتعالى انتقم مني. والنهاردة جاية أحكي قصتي علشان تكون عبرة لناس تانيين، علشان يفهموا ويعرفوا إن الغلط آخرته وحشة. أنا اسمي ياسمين، من محافظة الشرقية، وعندي دلوقتي 35 سنة. اتجوزت وأنا صغيرة جدا، كان عندي 17 سنة وقتها. وجوزي كان راجل كبير، أكبر مني في السن ب12 سنة، بس كان طيب بصراحة وحنين. دلوقتي أنا عندي 35 سنة، أنا عندي بنتين وولدين. بنتي تقريبا عندها 18 سنة. جوزي مسافر السعودية، ما بيجيش غير فين وفين لما بيفكر فيا، وأنا عايشة مع ولادي وبس. جوزي متشدد جدا، ومحرم علينا الخروج والطلوع، وكمان على بنتي حنان حارمها من كل حاجة. لكن هي ليها واحدة صاحبتها اسمها سهر، قريبة منها جدا. سهر دايما بتيجي تزورنا، وبنتي بتروح لها طبعا بعد ما تستأذن مني. وانا رغم ان باباها شادد جدا ومنعنا من كل حاجة، لكن برضه بخاف عليها ان هي تتخنق، فكنت بوافق ان هي تروح لسهر صاحبتها دي، لكن طبعا تحت طوعي وإشارتي. لحد ما في يوم من الأيام لقيت سهر وهي عندي بتقولي: أنا أهلي معجبين جدا ببنتك حنان، بأدبها وأخلاقها وبتعليمها. أهل سهر دول ناس يعني مستواهم عالي، وناس كده طبقة راقية، وكمان متفتحين جدا، وعندهم ابن اسمه كريم بيكمل تعليمه في أمريكا. سهر قالت لي إن أخوها هيخلص آخر سنة ليه كمان شهر كده، وإن بعد الشهر ده هيرجع تاني، ووقتها هيجي يتقدم لحنان طبعا. أنا شفت صورته لما طلعتها سهر من قلب شنطتها، لقيته شاب جميل وجسمه رياضي وزي البدر في الصورة. طبعا قلت ماشي، بس لما أسأل باباها الأول. وبعدين جه بالليل واتصلت فعلا بباباها، وحكيت له على أهل سهر، وقد ايه ان هما ناس بيشرفوا عيلة كويسة جدا جدا، وان شاء الله لو في نصيب حنان هتكون عايشة مرتاحة، وان الولد اخلاقه كويسة وشكله كويس وعايش برا وبيكمل تعليمه هناك، وان هو هيرجع كمان شهر. فوافق وفرح جدا هو كمان، ورحب بالموضوع. اتصلت بسهر وقلت لها ان احنا موافقين ومرحبين بالفكرة، لكن فاضل طبعا ان احنا نشوف كريم، وكريم يشوف حنان. وفعلا قالت لي ان بعد شهر ان شاء الله هيجوا يزورونا. والوقت عدى بسرعة، والشهر عدى زي الهوا، وفجأة لقيتها بتتصل عليا وبتقولي ان كريم جه، وان هم هيجوا علشان يتقدموا رسمي. وفعلا كريم جه، واتخطبت حنان لكريم. اتخطبوا رسمي، ومن أول قعدة لبسوا الدبل والتفلة يكون رجع باباهم من السفر من السعودية. وكريم كمان كان شاب جميل وزي القمر، دخل علينا كده ولسانه زي السكر، وليه طلة كده حلوة قوي. بصراحة أنا ارتحت له، وبسرعة كلنا حبيناه، وخطف قلوبنا وبقى دايما موجود عندنا. وطبعا كل زيارة وكل التانية بقينا بناخده على بعض أكتر وأكتر. كان بيجي تقريبا مرتين في الأسبوع، كان دايما متواجد عندنا، وكان دايما بيتكلم على بنتي بكلام جميل، وكان دايما يشكر في شكلها وفي لبسها وذوقها. كان دايما كل ما يجي ما يجيش وإيده فاضية، يا إما هدية، يا إما هدية ليا، يا إما هدية لحنان. وزي ما كان بيسمع حنان كلام حلو، كان بيقولي أنا كمان أحلى كلام. دايما كان بيتغزل فيا وبيعاكسني، وبيقولي قد إيه إن أنا حلوة وجميلة، وقد إيه لبسي حلو وأنيق. زي ما كان بيقول لحنان، كنت بفرح قوي، وكنت بستنى إن هو يجي كل أسبوع، المرتين تقريبا أكتر من حنان. بصراحة مش فاهمة ايه اللي حصل، اتشدت له وبقيت بستناه، ومن يوم للتاني علشان أشوفه وأسمعه وهو بيغازل ويعاكس حنان، وبسمعه وهو بيغازلني. وبصراحة ما اكدبش عليكم، كنت بفرح قوي قوي بكلامه ليا. مش عارفة ليه، مع الوقت حسيت ان انا اللي بستناه كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله، وتعلقت بيه. كنت بستنى زيارته لحنان على نار، وكنت دايما بتعمد اسيبهم لوحدهم وادخل عليهم فجأة. معرفش ليه كنت ببقى عايزة اشوف ايه او مستنية ايه ان هو يعمل ايه معاها، بصراحة مش عارفة. بس المهم ان انا كنت بحس بمتعة رهيبة لما بيكون كريم موجود، سواء بيقول الكلام ليا او لحنان. ببقى مبسوطة لان انا محرومة من الكلام ده ومحرومة من سماعه، خصوصا لان كان جوزي اكبر مني، وكمان كان عايش في السعودية وسايبني دايما.
كنت ببقى وانا بسيبه دايما كده وادخل عليه فجأة الاقيه يروح على طول محول كلامه ليا انا، حتى لو كان بيعاكسها وبيغازلها الاقيه يبصلي ويعاكسني ويهزر معايا، لحد ما في مرة من المرات لبست حلو قوي واتمكيشت مكياج جميل جدا واستنيت زيارته، وحنان في اليوم ده اتأخرت في اللبس، ولما جه كريم ودخل الأوضة علشان يستنى حنان تدخله أنا اللي دخلت عليه الأول. وقتها كان أول مرة يشوفني بالمنظر ده، وقف قدامي وبصلي ومسك ايدي جامد وبسها وقال لي انا مش مصدق نفسي اقسم بالله لما كنت اعرف وما كنت متأكد ان انتي ام حنان ده كنت فكرتك اختها. ايه الجمال والحلاوة والشياكة دي. وقتها حنان دخلت علينا، واول ما دخلت حنان ساب ايدي ومسك ايد حنان الاتنين وبسهم زي عادته زي ما بيعمل على طول، وفضل يعاكس فيها قدامي. بس انا ارتبكت الحقيقة ومشيت على طول وسبتهم ورحت المطبخ وقعدت اعمل قهوة تركي وعملت لهم حلويات وسبتهم براحتهم خالص، لحد ما انا داخلة اتفاجئت من المنظر اللي انا شفته وتنحت ولقيت جسمي كله تلج، لقيته حاضنها وسايباله نفسها خالص، ولو ما كنتش انا قطعتهم ودخلت عليهم كان ممكن يكمل ويعمل معاها حاجة. في الاول بصراحة حسيت بمتعة المنظر اللي انا شفته ده، لقيت نفسي بتنرفز عليهم وبزعق لهم وبقول لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده، انت ازاي تعمل كده وانا مش قاعدة، ازاي تستغل عدم وجودي وازاي تستغل غياب ابوها من البيت وتتصرف التصرف الوحش ده. يا جماعة كل حاجة وليها وقتها وانتم لسه في مرحلة الخطوبة وما يصحش يحصل ما بينكم ده. وبصراحة اتعصبت جدا وفقت لنفسي وانزعجت جدا من المنظر اللي انا شفته، وما كنتش فرحانة زي ما انا كنت مستنية في الاول. كنت انبسطت لكن بعديها لقيت نفسي وانا متضايقة جدا جدا، لقيت كريم طالع يجيلي يجري ورايا وفضل يبوس في ايدي وفي دماغي ويطبطب عليا ويبوس كتفي ويقول لي حقك عليا. طب انا غلطان اوعدك الموضوع ده مش هيتكرر تاني، وبجد احنا ما عملناش حاجة، لكن وقتها طبعا انا كنت متضايقة جدا ولقيته فجأة بيحضني وبيطبطب عليا ويبوسني، وكانت اول مرة يحضني ويبوسني وانا ام خطيبته. معرفش كان قصده ايه من الحضن ده، بس انا ما حسيتوش ان هو بريء خالص. نسيت الموضوع ونسيت كل حاجة حصلت بيني وبين حنان، وحسيت وركزت في لمسته ليا وان هو لمسته ليا ما كانتش ابدا طبيعية ولا بريئة، وبقى عندي احساس ان هو كمان بيحس بنفس الاحساس اللي انا بحس بيه لما بشوفه. وهو في اللحظة دي حصلت مصيبة ولقيت جسمي كله اترعش كده وانا بين ايديه. اكيد طبعا كريم حس بالموضوع ده وشكله كان فرحان في الوقت ده. انا قررت ان لازم كريم يخرج بره حياتي انا وبنتي، مش هينفع ان انا اتعامل معاه ان هو خطيب بنتي ابدا بعد كده. اليوم ده لان انا ما ينفعش ان انا اتجاهل الاحساس اللي انا حسيته، وقررت ان انا لازم ابوظ الجوازة دي بشكل من الاشكال ولازم اكون بره حياتنا علشان ترجع حياتنا هادية زي الاول. معرفش هو أنا اللي كنت غلطانة ولا عدم وجود جوزي هو السبب. هل ده طبيعي إن جوزي يفضل هاجرني ومسافر وسايبني، ولا أنا لو محتاجاله المفروض إنه يقف جنبي؟ أنا سمعت قبل كده في الدين إن ما ينفعش جوزي يهجرني أكتر من سنة خصوصا طالما إن أنا محتاجاله جنبي، لكن طبعا أنا جوزي ما كانش مهتم بالموضوع ده خالص وتقريبا ما كانش في دماغه، ولا أنا اللي كنت غلطانة ومش فاهمة. المهم كريم ما كانش بيديني اي فرصة ان انا اقدر اخرجه بره حياتنا، لان كان ليه جاذبية كده وليه طلة كده، كان غصب عننا بنحب وجوده معانا وبحب ان هو يجيلنا. ما كنتش عارفة ان انا اطرده بره حياتي، وانا بفكر ازاي اخرجه من حياتي ومش عارفة وحاسة ان انا محتاسة وبجد ما بين نارين، نار اللي انا اسيبه وابعده عننا خالص وما اشوفوش تاني واخرجه بره حياتنا، وفي نفس الوقت وجوده بيني وبين بنتي مش مريحني ومش عارفة ان انا اتعامل خالص، وبجد حاسة ان انا متلخبطة. في اليوم ده كان عندنا كريم وكنت أنا لسه بغير هدومي وكان داخل الحمام، فعدى من قدام أوضتي ولمحته في التسريحة إن هو واقف بره. لقيته بيبص عليا وعلى جسمي وعلى شكلي بطريقة غريبة جدا. بصراحة أنا لما لقيته بيبص كده فضلت أتدلع وفضلت أعمل حركات غريبة وأنا عارفة إن هو واقف بره، وبعدين قعدت ألف كده بالراحة علشان أديله فرصة إن هو يمشي. بمجرد ما أنا ألف وألف وشي
وملفش فجأة واخليه يشوف ان انا شفته. وفعلا عملت كده. ووقتها فضلت قاعدة ومستنياه. كنت مستنياه ان هو يطلع من الحمام علشان كنت عايزة اخبط فيه. وعملت كده بالظبط. ما كملش 5 دقايق في الحمام وكان طالع وانا طالعة وخبطت فيه خبطة جامدة. وما مشيتش من قدامه. بعد ما خبطته فضلت واقفة قدامه وبصة في عينيه. لقيته هو كمان تاني باصص في عينيا. وقال لي ان هو مش مصدق نفسه من الجمال اللي شافه ده. وإن هو عمره ما شاف جمال بالشكل ده. ونسينا نفسنا لكن فجأة لقينا حنان قدامنا. واللي بصت لنا باستغراب. واليوم ده حنان حست إن في حاجة مش طبيعية في وقفتنا دي. ولقيتها بتقول لنا في ايه يا ماما؟ هو في حاجة ولا ايه؟ رحت انا قايله لها لا يا حبيبتي، ده بس كريم كان عايزني استعجل في موضوع بتاع جوازكم. وطبعا بنتي زي العبيطة صدقتني. وكانت فرحانة جدا من الكلمتين دول. وطبعا ولا كان في جواز ولا كان في حاجة. وهو سايرني وقعد يقول لي ايوه بقى يا حماتي انا عايزه اتجوز، انا زهقت خلاص من الخطوبه. استعجلي لنا بابا بقى علشان يجي بالسلامه، علشان خاطر نتمم الجوازه دي على خير. وطبعا مفيش اي حاجه من الكلام ده. بس انا بقيت مش عارفه هو معجب بيا ولا هو حاسس بنفس احساسي ولا ايه. ومعرفش ليه المره اللي بعدها فضلت مستنيه جيته. ودخلت ولبست واتشيكت. وفي لحظة كده وانا قاعدة حسيت بنفسي ان انا انسانة ضعيفة وقليلة وناقصة. قلت اللي انا بعمله ده كنت عايزاه يشوفني حلوة ليه؟ ولا كنت عايزاه يشوفني جميلة ليه؟ ولا الموضوع وصل وكمل لحد كده هيوصل لإيه؟ فبسرعة رحت مغيرة هدومي ومسحة المكياج اللي في وشي. وقلت لا انا مش هعمل كده. انا هتعامل معاه عادي خالص. بس بعد الموقف ده ما ينفعش ان انا احاول اقرب منه تاني. وقلت ان انا هبعد عنه بالتدريج. وفعلا عملت كده. واتعاملت معاه معاملة سطحية جدا. لكن هو بقى لما جه لقيته بيقول لي انت وحشتيني قوي يا حماتي. وبيحضني وبيطبطب عليا ومش عارفة عمل معايا كده ليه. وكل ده كان قدام حنان وانا اللي كنت ناوية ان انا اطرده من حياتي. لقيته هو بيقرب ليا اكتر واكتر. بعدها جه يوم ولقيت كريم اتأخر عن الميعاد اللي هو بيجينا فيه. قلقت عليه ولقيت نفسي انا اللي بتصل عشان اطمن واعرف فيه ايه وماله اتأخر ليه. لحد ما عرفت ان هو في شغل وجاي في السكة. وبرضه اليوم ده دخلت ولبست واتمكيشت واترددت تاني ومسحت كل حاجة تاني. وقلت فوقي لنفسك يا ياسمين بعيدي عنه واعرفي ان ده مجرد خطيب بنتك، يعني زي ابنك بالظبط. جه كلم كريم تاني واتكلم تاني وقعد يعاكسني تاني ويحضني ويطبطب عليا. وبقى على طول بيحضني اما يجي ويبصني بطريقة غريبة، يعني تقريبا ما بيعملش كده مع حنان. طبعا حنان غلبانة ومفكرة ان هو بيحضني كده ان انا زي امه او ام خطيبته يعني. وان ده حضن امومة، حضن واحترام وحضن وقار. علشان هي ما بتحسش الاحساس اللي انا بحسه ولا بتشوفه هو بيتعامل معايا ازاي. فمش فاهمة حاجة. وبرضه ما كنتش واخدة بالها لحد هنا من اي حاجة. ولقيت نفسي بدل ما ببعد بقيت عايزة اقرب له اكتر واختبره ان هو حقيقي بيبادلني نفس الشعور ولا لأ. وهل شعوري ناحيته حقيقي ولا مجرد ان هو الوحيد اللي قدامي. لان انا ما بشوفش رجالة غيره ولا ايه الموضوع بالظبط. وجيت اليوم ده وانا عارفة الميعاد اللي هو كريم بيجي فيه. قررت ابعد حنان لخالتها اللي بعيدة عننا تقريبا بنص ساعة. نص ساعة رايح ونص ساعة جاي. وعلشان تقعد عند خالتها شوية وتاخد منها حبة الحاجات اللي أنا بعتها لها. وفعلا عملت كده واتصلت على كريم في نفس الوقت واستعجلته. وكان كل همي إن هو يجي قبل حنان، إن هو يوصل قبل حنان بفترة محترمة. وفعلا عملت كده وخليتها تروح لخالتها. وقلت لها ان انا عايزاكي تجيبي لي منها شوية حاجات. وطبعا طلبت من اختي شوية حاجات انا اصلا مش محتاجاها. وفعلا بعت لها حنان وكريم جه بعد ما حنان مشيت على طول، يعني قدامنا وقت كفاية. وطبعا ما كانش في حد في البيت خالص غير انا وهو وبس. استقبلته وقعد يهزر معايا وبس ايدي كالعادة وبسني وحضني وطبطب عليا. وقعد في الأوضة. وقلت له بدلع بطريقة كده، يعني بصراحة كنت قصداها إن أنا هدخل أغير هدومي علشان اتبهدلت من المطبخ. ودخلت الأوضة وسبت الباب مفتوح ومرضتش أقفله. وقعدت أراقبه كده في التسريحة وأشوفه هيعمل إيه. هل هو هيجي ورايا ولا لأ؟
هل هو مجذوب لي ولا لأ؟ وقلت اليوم ده أنا هعرف كل حاجة. كريم فعلا قام وجه ورايا وقعد يبص عليا من بره وأنا جوه، وقعدت أتدلع وقعدت بصراحة أغريه. كنت عايزة أجيب آخره، وكنت عايزة أعرف هو هيوصل معايا لإيه. بس أنا كنت بلعب بالنار، مش هو اللي كان بيلعب بيها. ودخلت نفسي في متاهة أنا مش قدها. معرفش كانت ايه اللي بيجرى في دماغي وقتها، وليه كنت بعمل كده مادام انا كنت واخدة بالي. وساعتها فعلا كنت براجع نفسي، ليه ما طردتوش من حياتي طالما انا عاملة كده معاه، وكنت بعدته عني وعن بنتي وخلاص. لا، ده انا غرست نفسي في الوحل، وبايدي كمان وبمزاجي. وفضل كريم يتابعني من بره وانا عمالة ازود العيار، وما سبتوش غير لما خليته خلاص مش قادر يتملك اعصابه، وهجم عليا. وحصل اللي حصل في اليوم ده. حنان بعد ما جت ما حسيتش بالذنب ولا كنت متضايقة ولا حاجة. واتفقت معاه بعد كده ان هو يتلكك لحنان، يفضل مكمل معاها في الخطوبة عادي، لكن يجي وقت ويفضل يتلكك لها على اي حاجة، رغم ان هم اصلا ما كانوش بيتخانقوا. ولكن انا طلبت منه ان هو يسيبها، وقلت له انه انا كمان هتلكك وهتطلق واتجوزك. وانا بصراحة انا ما كانش فارق لي قوي حتة الجواز دي، معرفش ليه. ما كنتش مدورة على حلال وحرام ولا اي حاجة، بالعكس انا كنت فرحانة باللي بنعمله سوا، وعايزاه يكمل حتى لو من غير جواز. بس ما كنتش عايزاه يتجوز حنان، لا كنت عايزة انا اكمل حياتي مع ابو حنان والعيال، ورتبنا خلاص حياتنا على كده. وفضلت دايما انا وهو مع بعض دايما. لما لقيت حنان تروح الكلية نبقى على اتصال سوا، وكان بيجي يقضي كل الوقت ده معايا لو حنان رايحة عند أختي لأي سبب من الأسباب. وساعات كانت بتروح تبات هناك لأن هي بحب خالتها قوي. كنت أنا وهو على طول مع بعض، والصبيان بعرف أسربه. والحياة ماشية كده لحد ما في يوم من الأيام كريم عمل حادثة بشعة جدا، ولقيناهم بيكلمونا في التليفون وبيقولولنا إن هو عمل حادثة قوية وإن هو في المستشفى. لفتي عليه، جريت عليه اليوم ده. حنان